هلو. حاسه انا داخله جوه الكاميرا شويه، كفايه نزهه هول. انا جالكو بارت هول. النهارده هوريكو ايه الحاجات اللي انا جبتها عشان اتعلم التكتشر ارت اللي هو في الصور دي. هو بتعمل معجون من الجبس وكذا حاجه تانية كده، وتبدا تحطه على اللوحه وتشكله. هتعلمها معاكم هنزل لكم فيديوهات وانا بعملها. قبل ما ابدا عايزه اعمل تنويه ان انا جايبه الحاجات دي من اكتر من سنه بجمع فيهم، فممكن يبقوا على تو بارتس وممكن يكونوا من اماكن فاول حاجه هو الخشب ده. انا جايبه منه كذا قطعه، تقدروا تستبدلوه بدل ما تجيبوه من امازون تجيبوه من اي نجار بيبقى بيقص خشب، بيبقى عنده بواقي. ودول انا جايباهم عشان زي سامبلز هجرب فيهم. هعمل ايه؟ انا هبدا ان انا احط مثلا عندي المعجون بطريقه معينه او بخلطه معينه، او هكتب هنا ورا انا عملتها ازاي بالظبط. وهعمل على كذا واحدة، اشوف اكتر واحدة مش هتشقق معايا وهتنفع، وهبدأ ان انا استخدمها في اللوح الكبيرة عشان ما بوظ يعني او ما هقدرش حاجة. تاني حاجة جبتها من نفس المكان هي كانت دول. دول اللي مش عارف دول بتوع ايه، دول برضو بسحب بيهم المعجون، وعادة هم بتوع كيك. الصراحة يا جماعة، عارفين اللي بيعملوا شوجر كيك او الحاجات اللي هي الكيك اللي بيبقى عليها اشكال، هم بيستخدموهم عشان يشكلوه بيها. اوكي. برضو بشكل بيهم المعجون، وعادة هما بيتباعوا عشان نمكس بيهم الألوان. كانوا الخمسة جايين مع بعض، والخمسة كلهم نفس الشكل يعتبر يعني، أو أربعة نفس الشكل ودي مختلفة شوية. فأنا ندمانة الصراحة ان أنا جبتهم، كنت ممكن أجيب اللي هي الواحدة دي وهتعملي نفس الحاجة، بس قلت ممكن أستخدمهم في حاجات تانية يعني. وكان سعرهم تقريبا 100 جنيه لده او الحاجه دي. هفهمها لكم دلوقتي. ده عباره عن فوم بيكون مخروم كده في النص، فبيبقى عامل زي شكل بومب كده. فالمهم ان هو من الجنب ده بيكون فيه زي ستيكر او لزق كده بيتشال، وتبداوا تلزقوها على اللوحه على طول، وتعملوا اشكال بقى كده. بعدين تحطوا عليها المعجون او الحاجه اللي انتوا هتعملوا بيها التكتشر ارت. وانا مش عارفه، انا عارفه ان انا وصفي سيء قوي، بس انا هحط لكم صور برضو عشان تفهموا انا بتكلم في ايه. وده برضو كان تقريبا ب100 وحاجة. صراحة انا استغليته قوي بعد ما وصل، لان حسيته قليل ممكن يعمل لي لوحة واحدة بس. ف ما اعتقدش ان انا هشتغل بيه كتير قوي، بس ممكن اعمل حاجة كده زي تجربة وخلاص يعني. لو حد بقى يعرف اصلا مكان بيبيعه بسعر اقل، يا ريت تقولوا لي في الكومنتس. الحاجة اللي جاية دي بقى بجد انا ندمانة بص انا هحكي لكم القصه. انا رحت مكتبه في الرحاب اسمها تقريبا الاوائل، وكل الناس قالت لي دي احسن مكتبه واحسن اسعار وبتاع. اول ما دخلت ما كانش فيه ولا سعر مكتوب على اي حاجه، كل ما كنت اسال حد ده الحاجه دي سعرها كام ما كانش بيقول لي. فرحت على الكاشير وانا معايا كذا حاجه الصراحه، واتفاجئت باسعارهم. فانا قررت ان انا هرجع كل حاجه وهجيب بس ده. وحاجه كمان انا برضه ندمانه ان انا جبتها بس يعني ايه، عشان احفظ ماء وجهي تقريبا بتتقال كده. المهم ان ده كان سعره 190 جنيه، او ممكن اكتر، او 200 وحاجة. فالصراحة هو كان بالنسبة لي كتير قوي على لون، بس الواحد بيحتاج الوان كتير قوي في حياته، فتخيلوا لو لون واحد ب200 جنيه، فيعني هيخلص بسرعة قوي يعني. المهم ان هو شكله صراحة براند كويس، انا عمري ما جربته في حياتي. بعد اللي انا قلته ده اكيد عمري ما جربته في حياتي. فانا هجربه برضو معاكم وهقول لكم رأيي فيه برضه، عشان ما احسش ان هو ضحك عليا قوي. فهي الصراحه الدرجه دي اللي هي مش طالعه نفس الدرجه اللي في ايدي اصلا في الكاميرا يعني، بس انا ما لقيتهاش في اي مكان تاني. يعني دي من المبررات ان شاء الله اللي هقولها لنفسي عشان ابقى مقتنعه باللي انا جايباه. تقريبا كنت جايباها من جوميا. هي بودرة تلك اطفال يا جماعه، جايباها عشان برضو لما اجي اعمل معجون هستخدمها فيه، لان انا غالبا هستخدمه، وهستخدم جبس او حاجه كده، وهستخدم معاهم الوان اكريليك. فده تقريبا بارت 1. استنوا بارت 2 هوريكم مصيبة انا جبتها. اوكي، هو اوردر اتنصب عليا فيه، فانا لسه افكر اقول اسم البيج ولا لا. قولوا لي رايكم برضو، وهنزل لكم بارت 2 بي. وبس كده، باي. لا مش باي يا جماعة، انا قررت دلوقتي وانا بعمل الاديتنج ان انا اكمل الفيديو واوريكم شوية حاجات كمان ملهاش علاقة بالتكتشر ارت جبتها، ويلا بينا نكمل. زي ما اتفقنا في بداية الفيديو، الحاجات دي انا جايباها من مدة كبيرة جدا،
وهكتب لكم اسعارها حاليا ايه والاماكن اللي اشتريتها منها، وتقدروا تلاقوا لها بدايل عادي جدا. دي مات او حاجه بتحطوها بتسندوا عليها وانتوا بتشتغلوا، خصوصا لو بتشتغلوا بكاتر بتقصوا حاجه، بتحملكوا السطح اللي انتوا شغالين عليه، وفي نفس الوقت تطلع لكم ريزلت او نتيجه كويسه قوي. وبيبقى فيها كده، هي بتبقى مترقمه وتقدروا على طول بدل ما تجيبوا مسطره ان انتوا تحسبوا بيها السنتيمترات او اي حاجه شغالين عليها. بتنفع في حاجات كتير قوي، في مشاريع كتير قوي. ودي من احلى الحاجات اللي انا اشتريتها الصراحه، وما ندمتش عليها خالص لان انا ندمانه من اول الفيديو زي ما شفتوا. بس ال- الماد دي كويسه قوي، الماتيريال عجبتني. الحاجه اللي اشتريتها بعد كده هي خشب برضو شبه اللي وريتها لكم في اول الفيديو، بس هي مقصوصه ليزر والقصه بتاعتها مظبوطه. هي بتيجي زي ست مع بعضها تقريبا، كان عددهم 100، وبرضو هكتب لكم السعر بتاعهم، وكانوا من امازون برضو. اشتريت بعد كده الست دي الوان فابريك كالرز او الوان قماش من فابريكاسل. طبعا هنسيب الفيديو كل حاجه معاه ونقعد نتخانق على هي بتتنطق فابريكاسل ولا فابريكاستل في الكومنتس، يعني ما علينا. المهم ان هما الست دي عباره عن 12 لون، حجمهم شويه صغير، بس هي سعرها بالنسبه لالوان القماش حلو قوي. فيعني انا طبعا اتشليت وانا بطلع الالوان كده وعمالين مش ثابتين. فانا هوريهولكوا احسن في فيديو لوحده، وهجربها كمان واقول لكم عجبتني ولا لا. فيها لون جلاتري كده، قلت اوريهولكوا هنا، كان لذيذ قوي. فلو حابين تشوفوا الفيديو ده قريب قولولي في الكومنتس. اشتريت برضو فرش لان انا فرشي القديمة بقت لا تصلح للاستخدام الادمي خلاص. كنت محتاجة فرش جديدة. جبت النوع ده اللي انا مش عارفة انطق اسمه برضو الصراحة يعني، بس الصراحة كان سعره كويس. هو شعره مش طبيعي طبعا باين قوي، بس يعني سعره كويس على ست فيها 6 فرش. وانا كنت محتاجة قوي الفرش تكون يعني مختلفة، يعني مش ست تبقى كلها نفس الشكل. وكنت محتاجة كمان اللي انا ماسكاها دي اللي هي العريضة شوية دي في تكتشر ارت والحاجات اللي انا هعملها قريب. برضو لو عايزين فيديو مفصل يعني عن الست دي بوريكم فيها وانا بستخدمها وعجبتني ولا لأ قولولي، وهعملها لكم برضو قريب في فيديو. فاكرين بقى لما قلتلكوا ان انا جبت حاجة تانية من مكتبة الاوائل وندمت عليها؟ هي دي الست اللي جاية دي بالظبط. هما ست كده فرش 4 خشب ومتدرجين، هما نفس الشكل يعني عراض كده، ومن الأصغر للأكبر. ولكن بجد الماتيريال بتاعتهم سيئة قوي قوي قوي. الفرش متدبسة كده بشكل غريب، والدبوس معوج ومش حلوة خالص. وكان سعرها تقريبا 100 وحاجة، وللأسف لقيتها أرخص بكتير في كل الأماكن. حتى في فرش الشعر بتاعها هتلاقوه يعني، شايفين الكبيرة دي مثلا معوجة كده. فصراحة ماتيريال وحشة قوي قوي، ومبتشيلش اللون حلو. يعني لو عايزيني برضه اوريها لكم في فيديو، لكن هي سيئة للغاية، منصحش اي حد يجيبها. اكتر حاجة كان نفسي اشتريها من ساعة ما بدأت مسيرتي الفنية يا جماعة، يعني انا ما قدرتش اصوره في الفيديو ده بشكل يعني كافي او بشكل يكون واضح. بس ما تقلقوش، الفيديو الجاي هيكون بالكامل عنه. هوريكم هو بيتفرد ازاي وتقدروا تستخدموه ازاي وحلو ولا لا، وبيشيل لوح لحد قد ايه، وسعره، وكل حاجة كل حاجة هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي ده. وكمان لو حابين نتكلم عن حاجة تانية غير الستاند ده او اي حاجة شفتوها في الفيديو ده قولولي في الكومنت، وهعملها لكم ان شاء الله قريب. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، واستنوا بقى فيديو هول تاني. تشوفوني الجمعة الجاية ان شاء الله في فيديو جديد، وباي باي. متنسوش تعملوا سبسكرايب. اوكي، باي.